موضوع النهار ده عن سؤال وجواب. أختبر معلوماتك معانا فضلا، وليس أمرا المتابعة والمشاركة لتقديم كل جديد لكم. لا تكون ضيفا، بل كن جزءا منا. مشاهدة ممتعة. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو دين سماوي يؤمن بوحدانية الله ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي أركان الإسلام الخمسة؟ الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو كتاب الله المنزل من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلاما بلغة العربية الفصحى. من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو خاتم الأنبياء والرسل المبعوثين من الله لدعوة البشرية إلى الإيمان والعبادة الصحيحة. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ تعني الصلاة والسلام عليه، تعبيرا عن الاحترام والتقدير للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو شهر رمضان؟ رمضان هو شهر الصيام المبارك في الإسلام، يتزامن مع تذكر نزول القرآن الكريم. ما هي فوائد الصيام؟ الصيام يعلم التقوى والتحكم في النفس والتعاطف مع المحتاجين وتطهير الروح والجسد. ما هو عيد الفطر؟ عيد الفطر هو الاحتفال بنهاية شهر رمضان، يتميز بالصلاة والصدقة ووصل صله الرحم والتبادل بالهدايا والأطعمة. ما هي أركان الإيمان الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما هي أول كلمة نزلت من القرآن؟ أول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ اقرأ.